في نفسه وحس إنه كان هيقع في مشاعر. وبعد كام يوم باب هيرو اتفتح وظهر الزعيم الأعظم اللي بيهدد البشرية، وهي أم شوكو اللي سلمت عليه بابتسامة وتقول إن شكله أحسن من آخر مرة شافته فيها. فهيرو بأسلوبه البارد يشكرها ويقول لها تروح لحالها، وطبعا هي بتتجاهل كلامه وتقول إن على الأقل يمثل إنه فرحان بوجودها، خصوصا إنها جاية من بعيد. فغير اتعصب ويشكرها تاني، وبرضه قال لها تمشي. هي برضه ما اهتمتش وتحاول تدخل الشقة، فوقف قدامها زي الحيطة لحد ما فكرته إن هي اللي بتدفع الإيجار، وللأسف كده يا زعيم ملك فبيضطر يسيبها تدخل. فهيرو كان متضايق عن قلة الذوق في الزيارات اللي من غير ميعاد دي، ولما تتفرج على المكان بتكون مبسوطة جدا على نظافة أوضته وعلى جمال بشرته. وساعتها افتكر إنه من شوية كان مضطر يخبي هنا في أوضته، وكان بيحاول يتفادى إنه يقابل أمه. لكن شيكو لاحظت حاجات غريبة، الأطباق مغسولة وفيه ريحة برفان بناتي، فتقول إنه باين عليه بيطبخ لحد تاني. فهيرو حاول يرد بهدوء ويقول دي مجرد صاحبته، لكن لما شيكو حاولت تبص جوه الأوضة قام بسرعة يمنعها وقال إنه ما ينفعش تدخل كده. بس شيكو ما صدقته ودخلت الأوضة غصب عنه، ومرة واحدة بتلاقي شينا نايمة بهدوء، فشاكو فرحت وقالت إن ذوقها عالي في البنات، بس هو أنكر وقال إن مفيش حاجة بينهم. بس شيكو ردت عليه بالمثال المشهور، البنت ما تدخلش أوضة ولد إلا لو معجبة بيه. فلما يحاول يوضح الحقيقة شينا بتصحى، ومن غير تضييع وقت شيكو قدمت نفسها لها على إنها حماتها المستقبلية. فهيرو حاول يعترض، وشينا حاولت تشرح إن علاقتهم بريئة وإنه هيرو مدمن الأكل من بره. بس شيكو كانت فعلا بتخطط لفرحهم، ولما عرفت إن شينا ساكنة جنبهم قالت يبقى دي قسمة ونصيب، وإن هيرو لقى البنت المثالية وتقول إنها عارفة إن ابنها لسه غلبان، وتقترح على شينا تجرأه شوية. فهيرو بينفجر فيها ويقول لها تطلع من البيت. بس شيكو عملت نفسها بتعتذر على إنها بيوظت ليلتهم الرومانسية، وقبل ما تمشي خدت رقم تليفون شينا. وبعد ما بقوا لوحدهم هيرو اعتذر على الفوضى اللي أمه عملتها، بس شينا تقول له إنه محظوظ إنه عنده حد بيهتم بيه للدرجة دي حتى لو زيادة عن اللزوم. فالكلام ده لمس هيرو أكتر لما شينا قالت إن مفيش حد بيناديها باسمها حتى أهلها، وبيتفقوا ينادوا بعض بأسمائهم الأولى. ولما حاولت تديه المفتاح اللي كانت أخدته منه وقت ما كان في حالة جنون يقول لها تخليه معاها لأنه واثق فيها. فشيلو حذرته إنه كده فتح الباب لسيناريوهات رومانسية على طريقة الأنمي بس، وهو بيقبل التحدي. وتاني يوم كالعادة شينا جابت المركز الأول في الامتحانات، وهيرو سمع البنات بيقولوا إن هي مختلفة عن الكل، بس هو من جواه عرف إنها مجتهدة وبتشتغل ضعف مجموع.